السلام عليكم. بالبداية خلينا نسولف لكم قصة شعبية جميلة. اكو واحد طفل سأل ابوه القاضي، قال ابويا شلون تحل مشاكل العالم؟ قال ابويا يجون اثنين، واحد ظالم وواحد مظلوم، فاعيل على الظالم وارجع حق المظلوم. قال زين اذا اجوك اثنينهم ظلام؟ قال اذا اجوا اثنينهم ظلام فاعيل عليهم اثنينهم وافرض عليهم الحق فرض. قال زين ابويا اذا اجوك اثنين خوش اوادم؟ قال ابويا انت شايف لك اثنين خوش اوادم تعاركوا؟ ما ترهع، لازم اكو واحد من عندهم يعني ظالم او يعتقد بان هو صاحب الحق لكن يبقى اسمه ظالم. يجوز ما ينكشف الان لكن بالمستقبل ينكشف، بس مع هذا يبقى اسمه ظالم او باغي. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ترى هي الآية القرآنية واضحة وصريحة جدا، يعني إذا أكو طائفتان من المؤمنين صار بيناتهم قتال أول مرة يتم الصلح، فإذا بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. قاتلوا. الجماعة يوصلون لحد كلمة قاتلوا التي تبغي ويغلسون، ولو شفنا معنى كلمة بغي فإن معناها هي الجماعة الظالمة الخارجة عن القانون. لكن لما تجي إلى شيوخ المملكة والإسفنجات مالتهم فيقول لك لا اعتيادي، ترى معاوية والإمام علي مؤمنين متدينين واثنينهم أصحاب حق، يعني ما بيهم أي مشكلة، ونقول على هذا رضي الله عنه وعلى هذا رضي الله عنه. لا واسمع اللي جاي. كيف معاوية بن أبي سفيان لما طلب منه علي أنه يبايعه قال معاوية أنا لا أبايعك حتى نأخذ بدم عثمان. وجهة نظره مقبولة منطقية جدا، يعني ما قال يا علي ما نبايعك، أنا لا أبايع أحدا بعد عثمان، ما قال هذا الكلام، قال أبايعك حاضر من عيني هذه قبل هذه، بس نأخذ بقتلة عثمان. يابا معاوية قال من عيني هي قبل عيني هي. طبعا هاي العبارة ايش قد دورنا عليها بالكتب مالتكم ما لقيناها، لكن لحسن الحظ لقينا في كتاب مجمع الزوائد الجزء الخامس رقم الحديث 8949 إن معاوية يقول إن أهل مكة أخرجوا النبي صلى الله عليه وآله، وهاي آله من عندنا، من مكة فلا تكون الخلافة فيهم، وإن أهل المدينة قتلوا عثمان فلا تكون الخلافة فيهم. يعني معاوية كان ناويها من البداية وشايل فكرة البيعة من راسه نهائيا، لكن صاحبكم بالأخير راح يعترف وراح يقول لكم إن معاوية وأتباع معاوية اتهموا الإمام علي عليه السلام بقتل عثمان. ولهذا دائما نقول إنه أكو فرق بين أهل السنة الحقيقيين وشيوخ المملكة. يعني لما تسأل أهل السنة ما موقف أهل السنة من الحرب التي دارت بين الإمام علي عليه السلام ومعاوية، فراح يقولون بكل صراحة بصراحة الواحد هذا معاوية الذي وقف ضد علي في حقه. الشام تحرك في اتجاه الشام علشان يقنع معاوية بالتي هي أحسن أو بالتهديد شوية أو بالضغط إنه هو يبايع ويبطل فتنة. هذا كلام أهل السنة، كلام واضح جدا، لكن لما تسأل شيوخ المملكة فما راح تاخذ منهم لا حق ولا باطل. فتنة طهر الله منها سيوفنا. في حدا منكم يا اخواننا كان بهديك الفتنة مشارك كان مع الفريق او هداك الفريق؟ فتنة طهر الله منها سيوفنا، نحن ما كنا مشاركين يا اخي. وقال سعد الكلام الجميل الذي استفدت منه كثيرا، قال مثلي ومثل أصحابي كمثل رفقة في طريق فبينما هم يمشون إذ أظلمت عليهم، الذين ساروا يمينا اجتهدوا ولن نخطئهم، اجتهدوا لكن ممكن يخطئوا، قد يكتشفوا بعد ما تنجلي أنهم أخطأوا في السير يمين. كذلك الذين ساروا شمالا، لكن الذين ساروا يمينا أو شمالا يتفقون على أن الموضع الذي وقفوا فيه هو الحق. لكن الخصومة بينهما كانت خصومة سياسية، خصومة دنيوية، والخصومة السياسية الدنيوية إذا كل منهما تبنى أمرا ليست خصومة في المعتقد في الدين، فكل من معاوية وعلي
كل من علي ومعاوية يؤمن بالله ورسوله وباليوم الآخر وبالإسلام دينا وجاهد في سبيل الله. وأن معاوية رضي الله تعالى عنه اجتهد، وجمهور العلماء سلفا وخلفا أن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ له أجر واحد. يعني لما فشل الأمويين أن يجعلوا معاوية أفضل من الإمام علي عليه السلام، اجوا شيوخ المملكة حتى يجعلوا معاوية مساوي للإمام علي عليه السلام. ولهذا لما نروح إلى كتاب البداية والنهاية فراح نلقى جملة حكاها النسائي: أما يكفي لمعاوية أن يذهب رأسا برأس حتى يروى له فضائل؟ لكن من طبيعة شيوخ المملكة إنهم دائما يجملون الوضعية، يحطوا لها شوية ملح شوية بهارات، وطالما ذكرنا الملح والبهارات فلازم نذكر العريفي وآخر إبداعاته: ابهر العالم. ومضى شهر ذي الحجة كاملا، ومضى شهر محرم كاملا 60 يوما، وكانوا في الليل الجيشان يتقاتلان في النهار، وإذا جاء في الليل دخل بعضهم عند بعض وعزموا بعض على العشاء وجلسوا يأكلون مع بعض. شوف النفوس سبحان الله. أيباه على ذيك النفوس، يعني طبعا نفوس كلش طيبة، بس شوي شوي تخيلوا وياي الوضعية إن هم يتقاتلون بالنهار ويتعازمون بالليل. Is there no one else? Is there no one else? Who are you, soldier? Achilles, son of Peleus. Achilles. I'll remember the name. The ruler of Thessaly carries this scepter. Give it to your king. He's not my king. هو هذا التصور اللي زرعوه شيوخ المملكة بعقول جماعتهم، إن هم يتقاتلون بالنهار ويتعازمون بالليل. ولهذا لما حررنا الموصل من الدواعش كلها صاحت إن الموصل تباد، إن الموصل تباد وتقتل. طبعا هم حقهم، هم يردون نقاتل الدواعش بالنهار ونعزمهم على شاي وكيك بالليل. المهم عيفنا من هذا الحكي كله. في مسألة الإمام علي عليه السلام ومعاوية عندنا دليل ثابت وقاطع إن معاوية كان باغي. يعني مثلا حديث ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، والمعروف أن عمار قتل من جيش معاوية رضي الله عنه. ألا يدل هذا على أن معاوية بن أبي سفيان كان على رأس جيش يعتبر جيش بغي؟ وهذا الحديث هو حديث صريح صحيح وواضح إن معاوية باغي. ووقتها معاوية قال إن من قتله هو من جاء به، يعني قصده إن الإمام علي هو الذي قتل عمار بن ياسر. لكن المشكلة إنه لحد الآن أكو ناس يقولون إنه هذا الكلام صحيح. فنحب نقول لهؤلاء الناس يعني وبس، بأن الفئة التي كانت على الحق هي فئة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنه كان هو المحق وأن معاوية كان مخطئا، ولا ينبغي المواربة في ذلك. عين حجي يجوز أنت ما توارب، بس البقية عادي ترى يواربون، ما عندهم أي مشكلة يواربون. وبالأخير يقول لك إن معاوية كان يحب الإمام علي عليه السلام، يعني يتهمه بقتل عمار، يتهمه بقتل عثمان، ويقول لك يحبه ترى اعتيادي ماكو اشكال. روي أن معاوية قال لضرار: يا ضرار
صف لي عليا. فكان رضي الله عنه فكان بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، ويعجبه من الطعام ما خشن، ومن اللباس ما قصر، وبعد الطريق ووحشة السفر. فبكى معاوية. أيبا على الحب اللي شايليه آل أمية، يعني بصراحة حب ما منه حب. أنا أذكرك واحد بيهم كان مشرك وهماتا كان يحب النبي محمد صلى الله عليه وآله وراح يريد يقتله. قد تظل مشتعلة 40 سنة. تعني حرب الولد وأبيه؟ ابنك حذيفة معهم، وهذا الصابئ يجب أن يجلد. مكة أغلى منه، ولدك الحقيقي هو الوليد. اعصبوها برأسي وقولوا جبن عتبة. ولهذا نقول ان اللي يقرأ كتب شيوخ المملكة راح يبقى يتخبط يمنه ويسره. كتبهم تقول شيء وهم يقولون غير شيء. يعني مثلا معاوية يحب الإمام علي حيل، لكنه أمر بتجهيز 90,000 مقاتل لقتال الإمام علي. معاوية يحب الإمام علي حيل، لكنه أمر بسب الإمام علي عليه السلام على المنابر. لا هسه راح يقولون إنه هذا الحديث كذب. طيب أهل السنة شو يقولون؟ إلى أن جاء الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، لما جاء وجد آباءه من الخلفاء الأمويين قد أمروا الأئمة أن يجعلوا في خطبتهم لعن الإمام علي. يقول الأحنف بن قيس أنت ليه ما تسبش علي على المنبر زي الناس ما بيسبوه؟ قال له اعفني يا أمير المؤمنين، قال عزمت عليك إلا فعلت. قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا فمال منه، فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه. يعني معناه واضح انه مجاز معاوية كان يسب فيها علي، يسب فيها عينك ويلعن وينتقص والعياذ بالله. حقا يعني يصاحب مذهب الخوارج التكفير، ويصاحب مذهب بني أمية أيضا سب الإمام علي وكراهية أهل البيت. عن آل البيت ترسخ في العهد الأموي بشكل كبير لدرجة اللعن على المنابر. معاوية الذي وقف ضد علي في حقه وأمر بلعن علي على المنبر حوالي 120 سنة. كل بعض الناس كانوا يلعنون عليا على المنبر. فإذا أصبح هذا معاوية يسب علي ويلعن علي، وسب علي ثبت بالأسانيد الصحاح أنه سب للنبي. من سب النبي يكفر، هذا لا خلاف عليه بين علماء الأمة على الإطلاق، والدليل على ذلك من كلام ربنا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهي هاي خلاصة الكلام. إذا فكرت شوية وربطت الأحداث فراح تلقى أن أهل السنة أنفسهم يكفرون معاوية بدون ما يدرون. شكرا جزيلا.